الأهلي يؤكد لا صحة لشائعات تعرض إمام عاشور لانتكاسة صحية جديدة تستدعي احتجازه مجددا في المستشفى. وليد صلاح الدين أكد للمدرب الجديد أن إمام عاشور حزين جدا لابتعاده عن الفريق. المدير الفني الجديد للأهلي تواصل هاتفيا مع إمام عاشور لدعمه نفسيا، وأكد له أنه متحمس للعمل معه، لكنه طالبه بألا يتعجل في العودة. اتحاد الكرة عين مصطفى الشهدي حكما لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري، وعين حسام عزب حكما لتقنية الفار. حالة راحة كبيرة تسيطر على أغلب لاعبي الأهلي نتيجة التعامل النفسي الجيد من المدرب الفني. لاعبي الاتحاد السكندري تعهدوا لمدربهم تامر مصطفى بتقديم كل ما لديهم أمام الأهلي والتعامل بتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية. تامر مصطفى حذر لاعبي الاتحاد السكندري بشدة من استقبال أهداف مبكرة. ياس تورب اجتمع بياسين مرعي مدافع الأهلي الشاب لمنحه نصائح لتطوير مستواه ليصبح مدافعا متكاملا. مصطفى العش يتألق في ميران الأهلي ويحاول إثبات أحقيته للجهاز الفني الجديد في الحصول على فرصة. أشرف داري سيعود للانتظام في التدريبات الجماعية للأهلي بعد مباراة إيجل النوار القادمة، بعد قطع شوط كبير في التعافي من الإصابة. مصدر بالأهلي يؤكد أن ياس تورب لديه تحفظات على وجود أكثر من مدرب حراس مرمى في الجهاز المعاون حاليا، رغم محاولات وليد صلاح الدين لإقناعه. محمد شريف يرفض الاستسلام لصعوبة لحاقه بالسوبر، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف على أمل اللحاق بالبطولة. توقعات بغياب كريم الدبيس عن مواجهة الأهلي المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها. سيد عبد الحفيظ أعد قائمة ب10 لاعبين مميزين في مراكز قلب الدفاع والمهاجم الصريح والظهير الأيسر والأيمن لعرضها على ياس تورب في أول اجتماع. الأهلي سيربط إمكانية خروج أحمد رضا ومحمد عبد الله للإعارة في يناير المقبل بموافقة المدير الفني الجديد، في ظل اهتمام عدة أندية محلية بالثنائي. نادي الزمالك سيخضع عبد الله السعيد لفحص طبي جديد لبحث إمكانية تواجده في مباراة العودة أمام ديكادا الصومالي لشكواه من آلام في الظهر. حمادة أنور المدير الإداري لمنتخب الشباب اعتذر للجماهير عن الظهور المخيب للمنتخب في كأس العالم والخروج المبكر، وذلك بسبب الإنذار الذي حصل عليه للاعتراض. أسامة نبيه المدير الفني السابق لمنتخب الشباب أكد أن ظروفا صعبة واجهت المنتخب، مثل غياب اللاعبين عن المشاركة مع أنديتهم وضعف مسابقات الناشئين. أغلب لاعبي منتخب الشباب لا يحصلون على فرص مع أنديتهم. أسامة نبيه يرى أن منتخب الشباب لم يستحق الخروج، وكان يستحق الفوز على نيوزيلندا لسيطرته، لكن التوفيق غاب. نبيه طالب المسؤولين عن منظومة الكرة المصرية بضرورة غلق صفحة منتخب الشباب والعمل على إنقاذ المنتخبات القادمة بتوفير مسابقات وملاعب قوية. ميدو انتقد مسؤول الكرة في مصر وأكد أن الكرة المصرية كانت تسبق المغرب وكل الدول الإفريقية، لكن الصورة انقلبت وأصبحت المغرب تسبق مصر بسنين ضوئية. الاتحاد السعودي نفى كل ما يثار حول تجنيس بعض اللاعبين الأجانب لتمثيل المنتخب السعودي في كأس العالم المقبلة. رئيس نادي غزل المحلة يشترط الحصول على $1,000,000 لبيع يحيى زكريا الظهير الأيسر في انتقالات يناير. نادي الوقرة القطري يؤكد استمرار حمدي فتحي في صفوفه، وينفي ما يثار حول اقتراب رحيله وعودته للأهلي. شريف عبد المنعم يرى أن الأهلي وبيراميدز هما أقوى فريقين في دوري أبطال إفريقيا، والمصري والزمالك هما الأقوى في الكونفدرالية، ولا يستبعد أن يكون النهائي مصريا خالصا في البطولتين. مصر قوية على مستوى الفرق، لكنها بعيدة كل البعد عن المغرب والسنغال على مستوى المنتخبات بسبب عدد المحترفين. تمنى عبد المنعم أن ينجح المنتخب الوطني الأول في تحقيق شيء في كأس الأمم الإفريقية القادمة لاستعادة هيبة الكرة المصرية. اقترح عبد المنعم فتح ملعب التدريب قبل سفر المنتخب الوطني المغرب لمنح اللاعبين دوافع إضافية. شريف عبد المنعم متفائل شخصيا بالمدرب الجديد ياس ثورب، ويتوقع نجاحات عديدة للأهلي في المرحلة المقبلة واستعادة البطولات. يرى عبد المنعم أن مباراة إيجل نوار ظهر بها بوادر إيجابية تبعث على التفاؤل. تحقيق بيراميدز للبطولات يحمل لاعبي الأهلي مسؤولية كبيرة لتفريطهم في دوري الأبطال الموسم الماضي.
التتويج ببطولة السوبر المصري ضروري للمدير الفني الجديد للأهلي لتحقيق انطلاقة جيدة وكسب ثقة الجماهير. نادي بيراميدز نجح في صناعة فريق قوي جدا يمكنه المنافسة ل3 أو 4 مواسم قادمة على الأقل. ما يميز بيراميدز هو أنه يلعب بلا أي ضغوط جماهيرية. الزمالك لا يملك أنيابا هجومية قوية حاليا، وغياب ناصر ماهر أو عبد الله السعيد أو خوان الفينا يؤثر على الفريق هجوميا. لا يعتقد أن الزمالك سينافس على الدور هذا الموسم في ظل الأزمات المالية التي يعيشها.